السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ اول يوم في القناه. هجاي اعلمكم ازاي نعمل طريقه الفطير المشلتت من المنزل باقل التكاليف. وما تنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه. حبايبي ما تنسوش نصلي على النبي. وبسم الله نبدا. مقادير النهارده ان شاء الله هتعمل لنا فطيرتين متوسطين. هنجيب نص كيلو دقيق متعدد الاغراض، او 4 اكواب من المج العادي اللي في البيت. هنحط 2 معلقة سكر كبيرة، هنحط نص معلقة ملح، ومية للعجن، والمية تكون دافية. وطبعا ما ننساش السمنة، هنحط كوباية سمنة على زبدة، سمنة بس اللي موجود، وطبعا زيت للفرد. هنجيب دلوقتي البولة ونحطها على الميزان الأول ونوزنها، وبعد كده هنضيف عليها نص كيلو دقيق منخول. دلوقتي بعد ما وزننا نص كيلو على الميزان وتأكدنا هو نص كيلو صافي من الدقيق، هنحط رشة الملح على الدقيق ونقلبها كويس، وهنضيف السكر في المية الدافية ونقلبه. هنبتدي الأول بكوباية. دلوقتي احنا بقى ايه، هنبتدي نضيف المية على الدقيق بالتدريج، ونبتدي نعجن لحد العجينة ما تبقى مش بتلزق في ايدينا ومتماسكة. هننزلها على المفرش او على الرخامة، ونرش رشة من الدقيق ونعجن لمدة ربع ساعة تلت ساعة حسب ما تتماسك معاكي. بعد كده هنرجعها في البولة ونرش شوية زيت عشان ما تلزقش في قلب البولة، ونغطيها بالزيت برضو بسيط. وبعد كده هنحط عليها كيس مشمع وفوطة ونسيبها ترتاح نص ساعة ساعة، مش اكتر من كده. ودلوقتي بعد ما ارتاحت العجينة هنبتدي نقطعها الاجزاء. هنقطعها كورتين كبار، وكل كورة من الكبيرة هنعمل لها 6 كور صغيرين. هنبتدي الفرد، هنبتدي الاول بالكور الصغيرة واحدة واحدة. ناخد كورة كورة ونبتدي نفردها على الرخامة. نحط شوية زيت يا جماعة ونفرد عليها، ونجيب السمنة اللي موجودة عندك في البيت، سمنة على زبدة، سمنة زي متوفر، ونفرد الصغيرين الأول، ونبتدي نعمل عليها السمنة. ما نكترش عشان انتوا طبعا عارفين الحاجة دلوقتي بقت مكلفة، في المعقول. نبتدي عشان هي اللي بتورقها، وكل ما نفردها على الرخامة أو على المفرش لحد ما تبقى شفافة يبقى أحسن وأحسن، بس افرجي على قد الاستطاعة. ندهن بالسمنة ونطبقها زي الظرف، ونحط الكور الصغيرة كل كورة جوه التانية، ونجيب الكبيرة ونفردها برضو زيهم، ونجيب ال6 كور اللي احنا عملناهم جوه بعض ونحطها جوه الكبيرة ونطبقها زي الظرف، وندهن الصينية بتاعتنا ونحط جواها، ونسيبها برضو ترتاح نص ساعة قبل الفرن. ونسيب دي ترتاح الأولى، ونعمل التانية زي ما عملنا برضو الأولى بنفس الطريقة. نسخن الفرن بتاعنا على درجة عالية جدا، ولما الفرن يسخن يعني حوالي نقوله مثلا تلت ساعة ولا ربع ساعة، الفرن يكون سخن جدا. نجيب أول كورة بدأنا بيها وسيبناها ترتاح، ونقوم فردينها في الصينية، ونجيب على وشها وش اللبن اللي هو القشطة اللي بنشيلها من البيت، وش اللبن، وناخد منها معلقة. بتخلي يا جماعة الفطيرة جميلة جدا ووشها أحمر. نفردها على وشها وندخلها الفرن، ومن وقت التاني نلف الصينية جوه الفرن. هنا حبايبي حبيت اوريها لكم وهي في الفرن. بصوا قبه ازاي وشها جميل ازاي. هسويها وهرجع لكم تاني. هنا بقى انا كده بجهز الفطيره التانية عشان هطلع الاولى وادخل التانية على طول مباشره والفرن سخن. وبعد ما طلعنا الفطيره الاولانيه، بصوا خطيره بجد وريحتها قلب المكان. عايزه اقول لكم جربوها هيعجبكم جدا. هنا بصوا طلعناها. بصي القرمشه حابه تخليها كده ما تغطيهاش، عايزاها طريه غطيها بكيس مشمع وسيبيها على الرخامه. طلعنا التانية اهي، بس سخنه مش هقدر اقطعها، هتبرد وهقطعها لكم وهوريها لكم. هنا هي بردت وقطعتها لكم. بصوا التوريق يا جماعه خطير بجد، جربوها هيعجبكم. عايزه تزودي انت بقى التوريق، زودي عدد الكرات اللي جوه العجين حسب بقى انت مقدار الدقيق اللي هتعجني بيه. وبالهنا والشفا. لو وصلتوا معايا المشاهدة لحد هنا، أرجو منكم دعمي والاشتراك في القناة، وما تنسوش دعمنا. ولو ليك أي استفسار أو أي حاجة ابعتيلي وأنا هرد عليكي. والسلام عليكم.